بصوا بقى، جايبالكوا تليفون، ده سيلفون بالمناسبة، سيمنز. سيمنز شركة ألمانية، هي شركة عالمية رائدة في قطاعات البنية التحتية والهندسة الإلكترونية والرعاية الصحية. شغالة من 168 سنة، شغلها بيغطي 200 دولة على مستوى العالم. فده كان بالنسبة لها حدث عالمي، أول سيلفون سيمنز تعمله. طبعا هي البطارية بتاعته، أنا نسيت كان أمبير. لحظة واحدة أتأكد لكم وارجع تاني. كنا بنتأكد من معلومة عشان الأجيال. قوة البطارية بتاعته 650 أمبير. طبعا هو يدوب على قده، لان هو ما كانش فيه اي حاجه بيقوم بيها يا جماعه. هو التليفون طبعا الجيل بتاع دلوقتي مش هيتخيل ان ده موبايل اهو. طبعا احنا على بال ما وصلنا مصر واحنا ابتدينا نشتريه كان 2003. بصوا، طبعا اللي كان بيشيل موبايل ده كان بيبقى برنس البرانيز. على فكره بجد والله، اللي بيشيل الموبايل ده وقتها كان برنس البرانيز. يعني هو مفيهوش اي حاجه غير الانتنه دي عشان الشبكه لازم. يعني الحمد لله ده كان في بكرة الاختراعات يعني، فلازم يشوفوا برضو يجربوا. والزراير بارزة زي هنا، فتح غلق، مفيش اي حاجة تاني. طبعا يعني هو الفانكشن الوحيدة اللي كان اوبشن، يعني سيمنز كانت مدياه ان انت تقدر ان انت تألف ميلودي وتسيفها وتستخدمها كنغمة كنغمة كرينج تون يعني. اه بصوا، شفتوا جميل ازاي؟ يعني بذمتكم يعني، بصوا كلاسيكيات يا جماعة والله. مم. مم. طبعا يعني زورونا تجدوا كل ما يسركم من كل ما هو قديم وعتيق. أنا نسيت اوريكم البطارية، استنوا بصوا. البطارية كانت كده، كل دي متخيلين؟ بس خلاص.